سمعت قبل كده عن أغرب قصة حصلت في الحرب العالمية التانية؟ طب لايكك الجميل وتعالى اسمع الحكاية دي في السريع. في الحرب العالمية التانية وتحديدا سنة 1943 كان في طيار أمريكي اسمه تشارلز براون طاير بطيارته عادي بعد مهمة صعبة في ألمانيا. الطيارة طبعا بايظة وخربانة من الحرب عشان فجأة يظهر وراه طيار ألماني. الطبيعي يحصل إيه يا صديقي؟ يفجره، لكن اللي حصل كان عكس كده خالص. الطيار الألماني ده بص على الطيارة لقى الطقم كله مصاب والطيار بيصارع عشان يكمل طيران، فقرر حاجة غريبة جدا، قرر إن هو يحميه بدل ما يقتله. طار جنبه وشاور له بطريق الخروج الآمن من المجال الجوي الألماني وسابه يمشي. قصة أشبه بالأفلام وحاجة ما تصدقش فعلا، عشان بعد ما الحرب دي تخلص الطيار الأمريكي فضل يدور على الطيار الألماني ولقاه بعد حوالي 40 سنة تقريبا من الحرب. اتقابلوا يا صديقي وبقوا صحاب. لا والغريب كمان إنهم ماتوا في نفس السنة. الحرب ممكن تكون بشعة يا صديقي، بس في وسط الخراب والدمار ده بتلاقي ناس لسه عندها ضمير. اكتب لي رأيك بما إننا داخلين على حرب عالمية تالتة، هل ده ممكن يحصل دلوقتي ولا دي حاجة مستحيلة فعلا؟